حبايبي الحلوين، وحشتوني جدا جدا جدا. ازيكم يا احلى واغلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد اوقات حياتكم. عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. والله العظيم عايزه اقول لكم ان انا الفيديو ده مصوراه من زمان من بدري، بس عشان اعمل صوت عليه باخد وقت رهيب رهيب يا جماعه. بس الحمد لله رب العالمين، ربنا قدرني النهارده ان انا اعمل فويس عليه واسجل لكم الصوت بقى وكده، وانزل لكم الفيديو ان شاء الله النهارده. طبعا قبل اي حاجه يا ريت تشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل فيديو بعمله. بالاضافه كمان ان انتي تحطي اللايك الجامد بتاعك، عشان ده اللي بيشجعني وبيحفزني ان انا اقدر اكمل، وبيرفع لي الفيديو كمان بتاعي. ويلا بينا بقى يا ست الكل كده نعمل روتين كده جامد كده في السريع، بس روتين بجد هيشجعك وهيديكي كده طاقة كده ايجابية وطاقة حلوة وتتعلمي ازاي كده ايه تستمتعي بوقتك وتعملي لنفسك كده ايه الحاجة بنفس. طبعا احنا دلوقتي في اجواء الربيع، اجواء الربيع وما ادراكم وما جو الربيع. هتلاقوا حتى صوتي مكتوم شوية لان طبعا انا عندي حساسية انف وصدر، فانا بتحاسب دلوقتي. بس الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يعني يلطفها كده دايما علينا. اجواء الربيع اجواء صعبه يا بنات، دايما كده فاهمين بقى رياح الخماسين الاتربه اللي احنا فيها دي، ولسه كمان بيقولوا فيها عواصف ومش عارفين نخلص من التراب ده امتى، كل شويه تراب تراب تراب. فربنا يهون علينا الشهر ده وخلاص هانت. هنبدأ شهر 5 يكون خلاص بقى الصيف دخل لنا بقى. بس فانت بقى لو مأنتخة ومكسلة كده يا ريت تشغلي الفيديو كده جنبك، وتقومي تعملي نفسك كده حاجة سخنة كده ويلا اشتغلي بقى في البيت وظبطي نفسك، والله المستعان. بصوا هنا يا بنات، كنت بحضر الفطار. كان فطار يوم الجمعة بقى، كنا جايبين فول وطعمية بقى وفاهمين وشاي بقى وحاجات حلوة من دي. طبعا الفطار ده مش بنفطره غير يوم الجمعة، اليوم اللي بيكون ان احنا يعني موجودين اجازة وكلنا بنتجمع فيه، فبنعمل فطار حلو زي ده. فبجد يعني عارفين الحاجات الحرشة واللي بتسد معاكم اليوم كله هو الفول والطعمية بصراحة يعني، بس تشتروا من حد مضمون وحد نضيف كده. فبيبقى بصراحة يعني الاكل لذيذ كده والاكل حلو. جبت صينية ايكيا وحطيت عليها العيش اللي هو نصه ابيض كده، تحسوا انه نصه ابيض ونصه رده، وحطيت الفول في الطبق وكمان عملت الطعمية سبتها زي ما هي بصراحة، ما حطيتهاش في طبق ولا اي حاجة، بس حطيت على الفول زيت زيتون. وكمان اللهم صل على النبي، عملت بقى الشاي بصوا بقى وطبق بتنجان بقى وحاجة كده ايه في جنجة خالص، يعني حاجة روعة. وتاكلي بقى من هنا وخلاص ما تقدرش تتحركي من مكانك خالص. ف بس حلو وبنحبه وبناكله والدنيا تمام معانا، مفيش اي مشكلة خالص. هنا بقى كده باخد الفطار معاكم. طبعا اللي بيصورني ابن حبيبي يوكا يحيى، هو اللي بيصور لي المقطع ده، وبصراحة مبسوطة منه قوي من تصويره للمقطع ده، حاجة كده جامدة قوي. كده اخدنا الفطار بقى كده، يلا ونطلع نفطر ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه في يومنا. بصراحة يا بنات وما اخبيش عليكم، يوم الجمعة ده انا بحبه للانتخة. طول الاسبوع بنكون مفرومين ومطحونين ودروس وتقييمات ومش عارفة ايه وكده، والناس طبعا اللي زي بيشتغلوا برضو نفس الكلام، فبتحس كده انتي بتيجي يوم الجمعة لا انا هفطر فول وطعمية وهأنتخ بقى، هو كده بلطجة بقى عليكم. بعد الفطار كده ما فطرت وخلاص، قلت بقى ما اعمل لنفسي بقى ايه كوباية كده ايه نسكافيه جامدة كده، واعملها كده بالوش بقى كده واظبطها. فكنت جايبة المضرب ده، مضرب نسكافيه ومعاه مضرب بيض، بحس ان مضرب النسكافيه مش بيعمل الوش اللي انا عايزاه، فبعمل بمضرب البيض بصراحة بيبقى حلو قوي وبيطلع عارفين كده الوش كده تخين، فبصراحة عجبني قوي. جبت النسكافيه وحطيته، واللي بيعمل فوم اكتر وبيزود الفوم السكر، يعني حط سكر كده معلقه سكر، رغم ان انا مش يعني ايه مش بشرب اي حاجه سخنه بسكر، بس انا عشان اطلع بس شكل الفوم ده او شكل الرغوه بتاعه النسكافيه بقوم حاطه ايه سكر، فبحسها يعني بصوا بتبقى حلوه قوي. وبحط يعني ايه معلقتين كده من الميه، كده انا كترت معلقتين ونص دول،
المفروض بقى عشان يتظبط اكتر جربتها ان انت تقلبي الحبه دول اللي انا عاملاهم دول، تقلبيهم بحيث ان المضرب يدخل يضربهم كلهم مع بعض. حلو قوي بقى مضرب البيض ده بنات، يعني بصراحه بيعمل وش حلو جدا، فعجبني. من الحاجات اللي انا مستخسرتهاش في نفسي بصراحه، يعني كان نفسي فيه من زمان قوي وجبته، مضرب النسكافيه ده. بتحسي كده ان بيوديكي لعالم تاني كده، بيحسسك كده ان انت فعلا بتفصلي بقى، والصيف داخل علينا ان شاء الله، نحط بقى ايه التلج بقى ونعمل ايس كوفي، هيبقى درينك حلو جدا في الصيف. قومي بقى كده يلا اعملي لنفسك حاجه سخنه او حاجه كده انت بتحبي تشربيها. انا لسه عامله لنفسي دلوقتي والله شاي اخضر وانا مسجل لكم الصوت، فاعملي لنفسك كده اي حاجه سخنه وظبطي نفسك كده وروقي كده على حالك وروقي كده على مودك. انت ست شقيانه ومطحونه طول النهار، هنلاقيها منين ولا منين يعني، فاهمه؟ بصوا بقى بصوا بقى بصوا بقى، يا روعه يا بنات، روعه بجد، خطير 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 خطير، حبيته. عملت واحد ليا وواحد لجوزي، بس اللي بتاع جوزي طلع احلى، متفهموش ليه يعني، اشمعنى انا مش فاهمه. ده الفوم بتاعه لا التاني كان احلى بصراحه، يمكن عشان شكل الكوبايه برضو اكيد بيفرق، بس بصراحه التاني كان عاجبني اكتر. بصي بقى انتي لو وصلت لغايه هنا يا ريت تحطي اللايك الجامد بتاعك وتشجعيني ان انا يعني انزل فيديوهات تانية. بصوا الوش كده مظبوط حلو اهو كده يا بنات. لا 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 خطير يا بنات، خطير بجد، حبيته قوي. دخلنا بقى على المعركة الجامدة جدي، المعركة الجامدة جدي دي اللي هي ايه؟ المواعين، غسيل المواعين. يلا بقى كده معايا، شدي كده كمامك كده معايا وشمري كده ويلا بينا نغوص في المواعين. من اكتر الحاجات اللي بتضايق اي ست بيت ان هي تلاقي المواعين متكومه عليها كده في الحوض، بس بصراحه لما يعني تكوني حابه وقفه الحوض وتحبه الحوض وحابه شكل الحوض وحابه حاجتك، مش بتكرهها خالص، بالعكس بتكوني حابه ان انت تقفي، بتشتغلي باستمتاع، بتشتغلي بحب، عايزه تنجزي وتخلصي حبا في حياتك كلها، مش مجرد ان انت يعني فاهمين حمل عليك وعايز تخلصي منه. هو حمل بس خليه لذيذ يعني، حب كده، حب الحاجة وحب انك تشتغلي في الحاجة، هتطلعي احلى ما عندك. بصوا كده عندي المواعين القديمة وجمعت كل الحاجات اللي في المطبخ خلاص، وقلت قبل اي حاجة مادام انا عندي المواعين، عشان المواعين دي بحطها تحت الشباك كده على طول، قلت اظبط اسمه ايه ده، الشباك ده عايزه اقول لكم ان انا خلال الشهر ده غسلته 100 مره، كل شويه اغسله وكل شويه يحصل عصبه بتراب، اغسله يحصل عصبه بتراب. لسه والله العظيم غسلاه يوم ايه يا ربي، يا السبت يا الجمعه، وبكره العاصفه الترابيه الكبيره اللي هي جايه على مصر. فمش مشكلة، كله خير الحمد لله من عند ربنا. المهم ان احنا نقف كده نضاف وريحة بيتنا حلوة وكل حاجة زي الفل. وبرضو على قدك وعلى قد صحتك، ما تجهديش نفسك خالص، اعملي اللي تقدري عليه، الحاجة اللي ما تقدريش عليها ما تعملهاش، بس في نفس الوقت حاولي تعملي الاساسيات اللي تريحك في حياتك وما تتعبكش نفسيا. يعني مثلا انا بصراحة بتخنق جدا لما الاقي البيت مكركب، حاجة بتتعبني جدا، بتتعبني نفسيا، فبقرر ان انا لا، الحاجات الاساسيه ان انا اصحى من النوم الاقي يعني البيت كل حاجه في مكانها، بحاول والله العظيم بحاول. في اوقات الوضع بيفلت مني على الاخر معرفش خالص، واوقات تانية لا بحاول. فانت كمان حاولي على قد ما تقدري، وحاولي ان انت تعملي اللي تقدري عليه، بس لكن ما تجيليش نفسك زياده عن اللزوم، لان في الاول وفي الاخر هتيجي على صحتك يعني محدش هيعوضك صحتك دي خالص. بصوا يا بنات، هنا بقى حصل لي حته موقف بايخ جدا. ايه هو الموقف البايخ ده؟ انا كده كنت بظبط بحب الرخامه الاول، واحب ادعك كده الرخامه الاول واخليها زي الفل وبتلمع، لان بحط عليها المواعين. كنت مفكره ان انا بصور، وفي الاخر طلع ان انا لا بصور ولا حاجه، وطلع في الاخر فيستك كله، وان انا ما صورتش بعد يعني غسلت المواعين كلها وما كنتش بصور. في الاخر بقى قلت خلاص هغسل الحوض بعد ما خلصت يعني المواعين،
ورصيتها كده في المنشفه، وقلت هغسل الحوض وخلاص. وغسلت الحوض، وبعد ما غسلت الحوض بقى كان المطبخ حرفيا زي الفل وريحته تحفه. بصوا يا بنات، انا من الحاجات اللي بستخدمها في المطبخ عشان تخلي ريحه المطبخ حلوه المعطر الدوني، بس الدوني سايب، لان بصراحه بستخسر ان انا اجيب دوني غالي، وان انا مجرد مثلا ارشه في الارض او ارشه مثلا على الحوض وادعك بيه الحوض وكده، فحرام. فبجيب الدوني السايب بستخدمه في كده. بجيب اللهم صل على النبي مطهر ارضيات، حلو قوي يا بنات، حلو وبيخلي الارض تلمع بيحسسك كده بريحه النظافه كده وريحه الزهزهه كده. فحاولي ان انت على قد ما تقدري تخلي الريحه حواليكي حلوه، المكان حواليكي نضيف. بيفرق جدا يا بنات في الصحه، يعني مش في الصحه، بيفرق في الحاله النفسيه عموما وانت واقفه في المطبخ. عشان زي ما قلت لك، انت مش حابه وقفه المطبخ، شوفي ايه اللي انت مش حابه في المطبخ، شوفي ايه اللي مكرهك في وقفه المطبخ، وحاولي انت تظبطي الحاجات دي. حاولي، لان ده بيتك في الاول وفي الاخر، ولازم تكوني حباه ولازم تكوني متقبلاه بكل حاجه فيه. طيب مين بقى اللي وصلت لغايه هنا؟ انتي لو وصلت لغايه هنا عرفيني كده في الكومنت، قولي جهاد انا بحب وقفه المطبخ او ما بحبش وقفه المطبخ، وتعالي حبيبك فيها بقى. بص بقى، احساس ان انتي كده بتكبي كده في الميه، احساس رائع جدا، بيحسسك بالنظافه، بيحسسك بالانتعاش، بيحسسك كده بصوا فله شمعة منوره. فيلا بقى قومي بقى دلوقتي كده تشطري كده وجهزي المطبخ بتاعك، او خلصي الحاجات اللي موجوده عندك في المطبخ، وقوليلي في الكومنتات يا جهاد انا خلصت خلاص المطبخ بتاعي وخليته زي الفل زي مطبخك كده. بعد ما خلصت قلت اعمل غدا سريع جدا، هو مفيش اسرع من الرز والعدس. بما ان ده كان يوم جمعه، فانا كنت بقول لكم ان انا مأنتخه، وطول الاسبوع على فكره بطبخ، يعني مش مثلا جاي يوم الجمعه وبتدلع، عشان لا، انا اصلا بطبخ طول الاسبوع. بس قلت اليوم ده بقى خلاص بما انه يوم انتخه، لا اريح بقى كده شويه من كل حاجه، هي اكله خفيفه وخلصنا على كده. فعملت لهم رز وعدس، بعمله بطريقه غريبه شويه، بس والله في الاخر بتطلع حلوه جدا وبيحبوها. بجيب بالزيت وبقدحه شويه وبحط بصله، ببشر بصله، وبعد كده بحط عليها الرز والعدس، طبعا بعد ما بيتغسلوا كويس جدا، واقلب البصله كده في الرز والعدس تقليبه كده حلوه، بحيث كده ان الرز يندمج فيهم، الرز والعدس يندمج فيهم. وبحط يا بنات معلقه كاري صغيره. بصوا، اولا الكاري ده حلو جدا ومفيد جدا جدا جدا، ده مضاد للاكسده، عالي قوي للجسم، فانا بحطه، بيدي لون وبيدي طعم حلو جدا يا بنات، بجد جربوه. وانتي لو وصلتي لغايه هنا، فطبعا مش هوصيكي ان انت تحطي اللايك والكومنت بتاعك، وتشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، وتفعلي زر الجرس، ويا ريت كده تشيري الفيديو لكل اصحابك عشان نكبر كده ونبقى عيله كبيره قوي قوي قوي. بصوا شكله، بصوا شكله بعد ما خلص، بجد يا بنات تحفه، الف هنا وشفا، ووجبه مغذيه، وجبه متكامله حلوه جدا، فحلوه قوي يا بنات.